في البداية ما تنساش تدعمنا بلايك للفيديو وباشتراكك في القناة، وعلشان يوصلك كل جديد بنقدمه ما تنساش تفعل زر الجرس. الجهاز الفني للزمالك يستقر على هذا القرار بشأن بيزيرا قبل مواجهة اتحاد العاصمة. يواصل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متابعة موقف البرازيلي خوان بيزيرا قبل المواجهة المرتقبة أمام اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، والمقرر إقامتها غدا على ملعب 5 يوليو بالجزائر. ويعد ملف جاهزية اللاعب من أهم الملفات اللي بتشغل الجهاز الفني خلال الساعات الحالية، خاصة في ظل أهمية المباراة وقوة المنافس، إلى جانب حاجة الفريق لكل عناصره الأساسية في النهائي الإفريقي المنتظر. ووفقا للمعلومات المتداولة داخل معسكر الزمالك، فإن الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال اتفق بشكل واضح على عدم المجازفة بخوان بيزيرا حال عدم جاهزيته الكاملة بنسبة 100%، خوفا من تفاقم الإصابة أو خسارة اللاعب لفترة أطول في هذا التوقيت الحاسم من الموسم. وكان اللاعب قد اشتكى خلال الأيام الماضية من بعض الآلام، الأمر اللي دفع الجهاز الطبي لوضع برنامج علاجي وتأهيلي مكثف من أجل تجهيزه بالشكل المناسب قبل النهائي. ويخضع بيزيرا حاليا لفحوصات وتجهيزات طبية مستمرة داخل معسكر الفريق من أجل حسم موقفه النهائي من المشاركة، سواء في مباراة الذهاب بالجزائر أو حتى لقاء العودة في القاهرة. وفي الوقت نفسه هناك حالة من التفاؤل داخل الجهاز الفني بإمكانية لحاق اللاعب بالمواجهة، لكن القرار النهائي سيتحدد وفقا لاستجابة بيزيرا للبرنامج العلاجي ومدى جاهزيته البدنية قبل اللقاء بساعات.